وقد روى الثقات عن غير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قائلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان.